كشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيرسل مبعوثا خاصا للملك محمد السادس لدعوة المملكة للحضور لأشغال القمة العربية التي سوف يتم عقدها في الجزائر. ووفق ما نقلته الصحيفة الشروق الجزائرية، يعتبر هذا الإجراء واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة. وأضافت الصحيفة الجزائرية أن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف. وخوفا من أن تلقى دعوة تبون رفضا، تعمدت الصحيفة الإشارة إلى أن الجزائر شاركت سابقا في قمتين عربية بالمغرب في وقت كانت العلاقات بين البلدين تعيش قطيعة تامة. بدأت ملامح قمة الجامعة العربية التي سوف يتم انعقادها في الجزائر يوم 1 و2 نوفمبر، حيث شرعت الجزائر في إرسال دعوات الحضور إلى الدول الأعضاء بداية برئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، اللذان تسلما دعوة الرئيس تبون من وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامر وأكدا حضورهما القمة. ووفق التقاليد المعتمدة في مثل هذه المواعيد، ستقوم الجزائر بإرسال مبعوثين خاصين باسم الرئيس عبد المجيد تبون إلى كل الدول الأعضاء من أجل تسليم الدعوات إلى جميع الملوك ورؤساء الدول والأمراء. وفي هذا السياق، فإن مشاركة المملكة المغربية في هذه القمة أثارت الكثير من الحبر. لهذا يجب التنويه أنه وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية، وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف. وبهذا تكون الجزائر قد رفعت الحرج عليها وعلى الدول الأعضاء سواء بالموافقة أو رفض طلب الاستقبال الذي سترسله الجزائر.